بطولة ديتريت قتة أقلام تنظيم ديوان أوقاف المسيحية واليزيدية والصابئة بتعاون وزارة الشباب. ودي بطولة اتصاف فرق مشاركة يعني. كل فريق يشاقل شلمة أمرا يعني اتصا أمران مشاركة قدية بطولة خزيانا نخبيه بوش منن شو خزخ افتتاحية دي بطولة تيمن خزخ لمقدار. اللامحدود من قبل معالي رئيس الديوان الدكتور رامي جوزيف أغاجان. لذا يسعدنا في بداية هذا الحفل أن نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمعاليه على مبادرته بإقامة هذه البطولة. يطيب لي أن أدعو معاليه إلى المنصة لتقديم كلمة الافتتاح، فليتفضل مشكورا. باسم ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية أن أرحب بكم في حفل افتتاح بطولة الديوان لكرة القدم الخماسية بموسمها الثاني. أن لقاءنا اليوم تحت قبة الرياضة هو رسالة نبعث بها إلى المجتمع أجمع، مؤكدين أن شبابنا هي الركيزة الأساسية لتقدم الأمم، وأن استثمارنا الحقيقي ينبغي أن يتوجه نحو طاقاتهم ومواهبهم المتعددة وأحلامهم المشروعة. فالنشاطات الشبابية وعلى رأسها الرياضة ليست ترفاً يمكن الاستغناء عنه، بل هي ضرورة من ضرورة بناء الشخصية المتكاملة والمتوازنة والمدركة لمسؤولياتها. ولأننا في ديوان الأوقاف الديانات نؤمن إيماناً راسخاً بأن الرياضة هي لغة عالية توحد القلوب قبل الأجساد وتذوب الفوارق قبل أن تذيب العرق، فقد حرصنا على أن تكون مظلة داعمة وراعية لكل الفعاليات والأنشطة التي تخدم شبابنا. غزيلا خزيان الخبة افتتاحية دورة تريقة بطولة قتة أقلة اللي نظمه ديوان أوقاف المسيحية واليزيدية والصابئة المندائية. هذه بهاوخ من أخون طالتا قميتا من أكيد يهل الديوان لأن آوي ود الافتتاح الدية بطولة وآوي لمنظم دية بطولة ضد يهلة سيدة النجاة تيمن منن وكوشن منن شو خزخلا لقطات من دية طالتا. بالتعاون من وزارة الشباب والرياضة اديو ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية ودنا خناشات رابة سودانا بالنسبة لشباب الدين سورايد المكونات الدينية دوري الديوان شيدة تري شيدة فتلة ودوالا أدخى نشاط وغزيلا أنه شباب غزيلا أنه الديوان بغزايل لكل المكونات الدينية وخصوصا الشباب ارتئينا خاجة خيتا أنه أدخ أول دوري وبغزايخ أني شباب هنا تايا بخمالة
بالوطة نائية طاقات دي لعبة الرياضة وخصوصا كرة القدم. بيخ ضيفخ ايضا انه اخنا ودنا الرابطه شو رابطه مكونات شباب المكونات الدينيه، اي رابطه بويا اتلا رابه من ديانه تخص الشباب، علميه ثقافيه رياضيه اكاديميه، ادخب غسيخ الشباب ديا من مكونات السوراي والازيديين والصابئه، مو اتل النشاطات، مو اتلون طاقات دخ يمسخ وظفخلون دخ يمسخ شمخلون. فقدني من ديانه يمسخ اخنا شمخ كشباب ديا ويمسخ قيدخلون بالاتجاه الصحيح. فبخيلد آلها انه اتلن خطه ليخ بجواجها بشكل عشوائي، اتلن خطه وبجواجها الله بتأني لكن بخطه ثابته، وبخيلد آلها يرن وكل منا نينا رؤساء الطوائف والايزيديين والصابئه منا نينا بسناده نينا قد جوج القاماي بخيلد آلها. عزيزي طبعا احنا فخورين ان الشباب مشاركين في تاني مرة ان يكون في دورة للكنيسة ولجميع الكنائس، الكنيسة القبطية مشاركة بقوة. احنا طبعا بندعم شبابنا ان هم شايف الفرحة على وشهم ان هم جايين يشاركوا، جايين فرحانين. طبعا التنافس بروح المحبة بروح الأخوة، دي اهم حاجة في الدورة. نشكر طبعا ديوان الأوقاف المسيحية اللي هو بيقيم بدورات مثل هذه. بنشكر كمان وزارة الشباب والرياضة على ان هم ادونا الفرصة ان احنا نلعب في الصالات المغلقة، حاجة جميلة. احنا بنتمنى التوفيق للجميع. سلام اللوخن بس مجيانوخن بس مجياند قناة العراقية السريانية دائما كوي اما بنقال ان احداث ايشات التتي منظم بطولة ايتاثا اكيد دعم من وزارة الاوقاف. هدف ديا انه تجمع اكبر، انهاو تجمع اكبر شباب ديا واكيد ايمت شاقله بطوله او باستحقاق الهوديه زين. وشكرا جزيلا على الكل. الموسم الثاني لدوري الديوان اللي هو كان دوري الموسم الاول، حاليا غيرنا الفكره سويناها الى بطوله للمده الزمنيه اللي عندنا القصيره، ما نقدر نسوي دوري ثاني، فاحنا قللنا المده سويناها. عدد المشاركين هم 9 من مختلف كنائس بغداد، فقط عندنا الديوان اللي هو خارج اطار عن الكنائس. اكيد الموسم اللي فات كان كلش مثمر، شفنا هواي فرق، شفنا هواي مواهب، طلعنا عن جو الحياه، جو الشحن الموجود برا، جبنا لمينا الشباب بهذا المكان حتى نقدم فشي شلون ما تقول ننسيهم مشاغل الحياه وصعوباتها. غزيلا خزيانا خبيوه اي بطوله دتريت وهو الزر ديوان اوقاف المسيحيه واليزيديه والصابئه. افتتاحيه ديو وغزيلا طالتا تي وجميتا اي طالتا بين يهل الديوان ويهل سيده النجاة، برقلا اي طالتا بنتيجه 8-4 بقرمته يهل سيده النجاة. بريخه قاتين بدايه طالتا قرمته بدايه نتيجه 8-4. خزيانا خبيوه من نوخن سرقن يوسف من قنايتا عراقيتا سورييتا بغداد.